صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا قلت ادخل لكم دخله جديده كده من جهه انتوا مش متوقعينها علشان بس ما تزهقوش مني. شايفين المشتريات الحلوه اللي هتقع من ايدي دي؟ يلا نشوفها مع بعض. لايك الفيديو، سبسكرايب او اشتراك في القناه وكومنت الصغنون وبس كده. يلا بينا نشوف الحاجات اللي هتقع دي. يلا بينا. وقعدنا خلاص ويعني اشتريت حبه هدوم كده، بس الصراحه ما جبتهمش كلهم مع بعض، جبتهم على مراحل وحبيت اوريكم الحاجات. هي حاجات للبيت، فقلت افرجها لكم كده ونتبسط مع بعضينا. زي ما انتم شايفين كده لسه ما لبستهاش، محنطاها مش فاهمه ليه، بس خطيره هتعجبكم قوي قوي قوي. هنحطهم بقى على جنب هنا ونبتدي نفتح واحد واحد. عارفين انتوا الناس المرزقه؟ انا بصور وفي وش البلكونه واضاءه بقى والشمس طالعه ما شاء الله، مره واحده لقيت الدنيا غيمت، بس هي دلوقتي فتحت تاني، فسوري لو الاضاءه هتلاقوها فتحت وغمقت فتحت وغمقت، مش رينج لايت، ده نور ربنا. ندخل في المفيد على طول. كان بقالي فتره كده ما اشتريتش لنفسي لبس بيت، فقلت واي نوت يعني اشتري. طبعا كل شهر كنت بفرتك على حاجه، فقلت يعني شهر مثلا اجيب بيجامه، شهر تاني او جايبه واحده تانية. فكل ما كان بيعجبني حاجه الصراحه كنت بطلبها اونلاين، كلهم اونلاين. طبعا ده على غير عادتي ان انا اصلا اطلب هدوم اونلاين، بخاف جدا جدا من الكواليتي والمقاس والحاجات دي. لا، متعوده ان انا بنزل اشتري الحاجات دي بنفسي واشوف الكواليتي على الطبيعه، وكمان انتوا فاهمينه ده، فمش هنرغي كتير. يلا نخش على الحاجات الخطيره. وجايبه بيجامتين تمام من البراند اللي اسمها جوري، دي مشهورة على السوشيال ميديا الفترة دي، على الانستجرام بالتحديد. جبت منها اتنين، جبت منها دي بكم عشان الخريف وكده، وجبت منها دي 3 قطع هوريها لكم برضو. دي بص شكلها خطير ازاي، استنى هفتحها اوريها لكم. انا مقاسي لارج، يعني بحب اجيب الحاجه تكون واسعه شويه مع اني خاسه الفتره دي، بس بحب الحاجه تكون يعني مريحه عليا، ما تكونش ماسكه وكده. الكواليتي بتاعتها الصراحه طلعت حلوه قوي. كمان يعني الالوان، انا بعشق الجري يا جماعه، فقلت بقى ايه هي الجريهات اللي بصوا هتلاقي الضوء عمال يعمل عمال السما تغيم وتفتح. بصوا دي شكل البنطلون كده عن قرب، فيه نقط فاتحه وغامقه تمام كده، وده شكل البنطلون من قدام، بس ما فيهوش اي حاجه تاني، ونازل كده على واسع، ما فيهوش استك من تحت. مش بميل خالص خالص للحاجات اللي هي باستك من تحت، بتضايقني، فجبتها كده. طبعا بتخشي على البيج وبتتفرجي وبتشوفي مقاسك وبتشوفي الالوان اللي انت بتحبيها كده يعني. وبعدين دي كده من فوق، طبعا انا ودي اوريها لكم وانا لابساها، بس طبعا لا يجوز تمام. بص شكلها في اللبس يا جماعه شياكه اناقه لياقه لباقه، خطيره خطيره خطيره. سوري على الاتجاهات، انا مش عارفه اوريكم قوي علشان يعني بص هي شكلها قمر كيوت، بس ما فيهاش حاجه تاني، هي دي شكلها من فوق لتحت بس كده خطيره خطيره خطيره. طبعا احنا داخلين على الوقت اللي هو ما بين الصيف والشتاء، فبنكون محتاجين بيجامات تكون يعني بكم، بس ما تكونش تقيله قوي علشان طبعا ما نتخنقش، وانا من الناس اللي بتخنق من اقل حاجه. دي اول حاجه معايا. رفعت الموبايل سيكا عشان حسيت ان انا مش عارفه عماله اعمل حاجات غريبه كده وانا بصور، فسامحوني لو في حاجه مش مظبوطه او كده. دي التانية معانا برضو من نفس البراند، برضو جبت المقاس لارج، هي نفس اللون يعني جراي برضو، بس النقشه مختلفه تمام. الصراحه ديت كان نفسي فيها قوي قوي. بصوا الخطاره والحلاوه. ثانيه واحده، لا ده عادي الحبل وقعت على الارض الحمد لله. دي الروب، هي 3 قطع، شورت وبادي كات والروب بتاعها. بصوا بقى الحلاوه، ده الروب يا جماعه. انا تقريبا رشيت فيهم برفانات او حاجه وشلتهم تاني فريحتهم حلوه قوي تمام. بصوا النقشه بتاعتها عن قرب، يعني تحسوها ايه فرع شجر او ورقه شجر حاجه كده تمام. بس كده هو مفيهوش اي حاجه تاني. وفي طبعا الحبل بتاعه علشان الرباط بتاعه قصدي، عشان تربطيه كده مثلا لو حابه ان انتي تقعدي بيه وهو مربوط. القطعه اللي بعدها وهي الباتشي كات. الباتشي كات يا جماعه بصوا الكياته، بصوا الكياته خطير خطير خطير، وهو ساده ما فيهوش اي تفاصيل تاني. هو التفاصيل كلها بس من قدام ومن ورا زي ما انتم شايفين، ده شكله من ورا بس كده.
ثالث قطعة في البيجامة وهي الهوت شورت طبعا. خطير خطارة، مش قادرة اقول لكم سو كيوت. ونفس الرسمة اللي على الروب بتاعه. خطيرة يا ولاد بجد، ارشح لكم الحاجات دي تجربوها، هتنبسطوا قوي. واللي عايز برضو يشوف البيجامة هبقى احط لكم صور الحاجات ديت على الشاشة وانا بتكلم برضو لو حابين تاخدوها سكرين شوت. ده منظر الموديل وهي لابسة البيجامة. وندخل على القطعة اللي بعديها وهي حاجة كده نايت شيرت، حاجة كده كيوت برضو دلع في نفس الوقت. كان نفسي برضو في حاجة الستايل ده جدا جدا فجبته. مش عايزاكم تفهموني غلط تمام، انا مش ما قلبت الساري عربي ولا حاجة او قابلت ساري ولا حاجة، لا زي ما انا بس قلت لكم ان انا جبت الحاجات ديت على مراحل، يعني ما جبتهاش كلها مرة واحدة تمام. هحط لكم برضو الصورة وانا بتكلم عشان لو مش عارفة افرجكم كويس. ده نايت شيرت يا جماعة كده، بس للاسف ملوش صورة. برضو مقاسي فيه لارج وهو بيبقى كده تمام، زي كاش كده لحد الركب وبكم كده. سو كيوت بقى في اللبس يا جماعه، سو كيوت بجد، خطير خطير خطير. بصوا اصلا عن قرب كده اللون بتاعه عامل ازاي، تفاصيل يا جماعه، تفاصيل تفاصيل خطيره. هحط لكم برضو الصوره علشان اللي حابب يجيب مثلا زيه او كده. خطير. ده بقى كنت جايباه من على بيدج على الانستجرام، بس غير البيدج اللي هي بتاعه البيجامات الجراي، لا دي بيدج ودي بيدج تانية خالص. ايه رايكم؟ عايزه برضو اعرف رايكم في الكومنتس تحت، يعني اكتر حاجه عجبتكم ايه وذوقي عجبكم ولا لا. وندخل على اللي بعديها. عايزه اقول لكم بقى ان دي اكيت من اللي عدوا كلهم يا جماعه. انا حاسه ان انا لما لبستها عندي بقى عندي 15 سنه، مش عارفه ليه. دي كانت غاليه سيكا، بس هتفهموا ليه دلوقتي، لان هي مش منتشره خالص. والموديل بتاعها بجد حاجه كده سو كيوت على سو يعني فاهمين انتوا، هتفهموا دلوقتي. بصوا الخطوره، بصوا القطط. تفاهه ليفل الوحش. خطير عشان انا بحب القطط، وعندي طبعا قطتي حبيبتي ربنا يحفظها، فاخترت الشكل ده. بصوا هي شكلها كده تمام. ودي جبتها ميديم لان هي صاحبه البيدج وكده، وانا بكلمها وبتديني المقاسات قالت لي ان تلبسها واسع، فقلت لها لا هاتيها لارج، قالت لي لا اللارج هيبقى واسع عليكي قوي. ففعلا فعلا طلع مقاسها مرحرح جدا جدا. في عليها الهوت شورت ده كاكا كاكا كاكا. انتوا تحسوا ان هو كبير او اهبل او كده، لا بس هو لا، اللي هي بتقولي لها مقاساتك وهي بتديكي المقاس المناسب ليكي بالظبط، يعني بتساعدك الصراحه. واخر خطير معانا وهي بيجامه محشمه خطيره برضو سو كيوت. كان نفسي برضو في الستايل ده جدا جدا، ما عنديش حاجه الشكل ده، فقلت واي نوت، يلا فرتكه فرتكه تمام. اهم حاجه نبقى بسيط. تمام كده. اللي معايا دي بقى 3 قطع، بادي كات وبنطلون طويل عادي وروب عليه. بصوا الخطوره يا جماعه، بصوا الكايته برضو هحط لكم صورتها عشان تشوفوها على الطبيعه عامله ازاي، او على الموديل يعني عامله ازاي، شكلها هيبان اكتر بكتير. ده الباتشي بس ما فيهوش اي تفاصيل تاني. وده البنطلون، هي ستان يا جماعه، بس مش الستان اللي هو الرخم، لا تحسوه ستان طري كده، يعني مش عارفه ده اسمه ستان فعلا ولا انا بفتي. ده البنطلون بصوا خطير، ورجله واسعه من تحت. في اللبس برضو يا ولاد انا بجد رشح لكم ان انتوا العرايس يروقوا على نفسهم ويجيبوا الحاجات الخطيره دي. روقوا نفسكم يا ولاد، وحتى لو مش عروسه ونفسك تجيبي الحاجات دي، طب انا مش عروسه وبجيب الحاجات دي عادي. ف ليه يا بنات، يعني انا كان تفكيري بجد الاول اهبل قوي ان انا ما اجيبش الحاجات دي غير وانا رايحه اتجوز او كده. ايه العبط ده، يعني انا مروقش على نفسي ليه يعني. بس ده بقى شكل الروب، برضو هحط لكم صورته، هو طويل طبعا يعني معدي يعني عند الركب كده تقريبا تمام. وفي من ورا الروبات بتاعه والسكرو. تخيلوا بقى شكلها على بعض بتبقى عامله ازاي. هحط لكم الصوره عشان تشوفوها برضو معايا. خطيره خطيره بجد بجد، مبسوطه بيهم جدا جدا جدا. وحاولوا ان انتوا كل شهر بسطوا نفسكم وهاتوا لنفسكم حاجه ايا كان، مثلا بيجامه جديده، اوردر كان نفسكم فيه، حاجه للبشره حاجه للشعر، ايا كان الحاجات دي يا جماعه بترفع من هرمون السعاده عندي جدا جدا. محتاجه بجد السريع عربي يتجوزني الفتره اللي جايه علشان كده كتير.
يا رب المشتريات تكون عجبتكم. قلت اغير كده من فكره الفيديوهات شويه واطلع لكم بهدوم. عارفه ان احنا بنحب الفيديوهات بتاعت المشتريات دي جدا جدا كبنات، فيا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا انبسطتوا معايا. لو لسه قاعدين معايا لحد اللقطه دي فشكرا جدا جدا ان انتم موجودين. لايك سريع للفيديو، كومنت صغنون، وشير لاصحابك الحلوين اللي داخلين على جواز او اللي مش داخلين على جواز برضو. شير لهم الفيديو وخليهم برضو يتفرجوا وياخدوا فكره عن الهدوم. سبسكرايب لو انت مش مشتركه عندي في القناه. متنسوش الكومنت الجميل بتاعكم اللي بيبسطني قوي قوي تحت الفيديو. ولو حابين تعرفوا اي بيجامات انا طلعتها في الفيديو جايباها منين اكتبوا لي في الكومنتس تحت وانا اسيب لكم اللينكات بتاعت البيجات. اشوفكم على الف خير الفيديو اللي جاي. باي باي.